السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد اللي غنشارك معكم فيه طبق المروزيه. كتجي معلكه معسله ومحمره ومجمره كي كنقولوا. المهم المروزيه على حقها وطريقه غنعطيها لكم بطريقتي. الا جربتوها بهذه الطريقه خصوصا المبتدئات، الى اول مره كديريها غتنجح معك وغتجيك واعره وكل شيء غيقول لك تبارك الله عليك وكل شيء غتعجبو. انا بعدا ملي كنديرها فيما كنديرها اللي كيذوقها كتعجبو كتجي رائعه بزاف وبطريقه اللي بسيطه. غنعطيها لكم بطريقتي ولو تكوني اول مره غديريها غتنجح معك. غنعطيكم الاسرار ديال نجاحها باش تجي هكا هشيشه ويجي داك العظم ديالها محمر كي كتشوفوا. هذا هو يعني المروزيه الاصليه، خاصها تكون هكا محمره ومجمره كي كنقولوا. فخليكم معايا حتى نهايه الفيديو تعرفوا معايا على المقادير والطريقه بالتفصيل الممل. فكنحتاجوا ليها في المقادير عندنا قطع ديال اللحم. هنا كناخذوا اللحم من جهه الفخذ ومن الجهه ديال العنقره والسلسول، وهكا هذاك الجهه ديال الفخذ اللي مثلا الا درناه قطبان كنصوصيوه كنخليو فيه شويه ديال اللحم باش هكا كنديروه كيجي بنين كيطلق داك العظم كيكون فيه داك المخ وداك الجيلاتين كيطلق داك الماده ديالو صراحه كيجي بنين. وكنديروا قطع ديال الشحمه اللي ضروريين في المروزيه باش كيوقفوها لينا ضروري من الشحمه. وغندير فيها التوابل. غنبداو بالتوابل اللي حضرت معكم من قبل. الا درتو هاد التوابل راه كيكونوا مجهدين وكيعطيو واحد المذاق اللي رائع. كيف كتشوفوا كندير معلقه ونص ديال عطريه المروزيه تكون عامره مزيان، وغندير عطريه اللحم غندير منها نص معلقه صغيره، ما كنقويش منها لانها مجهده بزاف عطريه اللحم. وغادا نضيف غير شويه من التوابل الاخرى. غنضيف الملح، هنا درت تقريبا معلقه صغيره. الملح كتبقى على حسب الذوق، بالنسبه لي انا ما كنكثرش الملح بزاف. وغنضيف معلقه صغيره ديال سكينجبير وربع معلقه صغيره ديال الابزار ما كنقويوش بزاف كيف كتشوفوا، غير ربيع ديال المعلقه صغيره لان العطريات الاخرين راه ديجا فيهم الابزار. معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي ما عمرهش بزاف. العطريات راه فيهم كل شيء، فيهم يعني مخلطين فيهم العطريات التوابل. كندير واحد جوج العواد ديال القرفه، وغنضيف واحد المعلقه صغيره ديال السمن الحر، وغنضيف شويه ديال الزعفران الحر. ما غنقويش بزاف لان ديجا التوابل عندي فيهم الزعفران الحر. وغنضيف عليهم تقريبا واحد المعلقه صغيره ما عمرهاش ديال معجون الثوم اللي كنت ديجا حضرت، راني حاطاه على حسابي في تيك توك بنفس الاسم ديال القناه. ممكن تعوضوهم بجوج دريسات ديال الثومه. كاينين الناس اللي ما كيقول لك ان المروزيه ما كدار فيها لا ثومه لا بصله، كل واحد وطريقته. بالنسبه لي انا هذه احسن طريقه درتها ومعتمده عندي من سنين، واللي ذاقها كتعجبو واللي جربها كتنجح معاه. كنت ديجا حطيتها في الفيسبوك وبزاف الناس جربوها. كنضيف واحد الكاس ونص تقريبا ديال الماء لان عندي الكميه شويه كثيره ديال اللحم، وكنبدا كنشرمل في داك اللحم بهذه الطريقه. كنحكو مزيان بديك الشرموله ضروري. ومن اسرار نجاح المروزيه انها تشرمل مزيان وتبات ليله كامله ضروري باش كتشرب ديك العطريه ديالها. هي المروزيه باش كتجي زوينه العطريه اللي كتصرعها، خصوصا العطريه ديال المروزيه وانها تبات ليله كامله فيها مع هاد التوابل الاخرى. كيف شفتوا راني درت غير شويه كتجي بنينه بزاف. قد ما تشرملت وبقات قد ما كتجي بنينه ومعلكه، داك اللحم كيجي محمر. صافي كنخليها كيف كتشوفوا معايا غنشرملها كامله انا حيت عندي الكميه كثيره. فالمهم بقيت كنشرمل بشويه بهذه الطريقه هذه. غنغطي عليها غنغلفها بالسلوفان وغنخليها في الثلاجه تبات ليله كامله. ضروري الثلاجه لان الحال سخون دابا. صافي من بعد ما كتبات ليله كامله وهي في الثلاجه، الغد ليا فاش غنجبدها نبدا نطيبها. غنديرها في الكوكوط، غنقلبها كامله هنا في الكوكوط. انا عندي الكميه كثيره حتى غنديرها في هذا الكوكوط هذه وغنعاود نقص في وحده اخرى. ما بغيتش نديرها في كامله باش دغيا طيب ليا. ممكن انكم ديروها يعني في كامله الا بغيتو، الا كانت الكميه كثيره خاص يكون الوقت. المهم انا درتها هكا غير في كوكوط كيف كتشوفوا معايا.
وكنكب عليها ديك الشرموله اللي بقات لتحت هكا في البانيو، كنكب عليها وكنعاود نشل البانيو وكنكب عاوتاني داكشي اللي بقى لاصق بهذا الشكل هذا حتى كتبقى ديك الشرموله وداك السمن والبنه تما كامله. كنكبها فيها. وهنا غادا نزيد الزيت، تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت، استعملت الزيت النباتيه، وغنحطها تشحر على نار اللي كتكون متوسطه. غناخذ واحد البصله، كاينين الناس اللي ما كيديروش البصله في المروزيه، انا كنديرها ولكن بهذه الطريقه. هي في الاصل في المروزيه ما خاصش البصله تطلق داك الماء ديالها، ما خاصش داك الماء يكون ديال البصله هو اللي ما كيجيناش مزيان في المروزيه. كناخذ البصله هانتوما كتشوفوا القياس اللي درت ديال الكوكوط، عمرتها خديت بصله كبيره، بصله وحده فقط، كنشلضها رقيق، تكون رقيقه بزاف بهذا الشكل هذا. تشلضوها هكا بالموس ولا في العشواغ، انا كنفضل انني نشلضها هكا بيدي بالموس من الاحسن. المهم حاولوا انكم ترقوها. وكناخذ مقله اللي كندير فيها شويه ديال الزيت وكنحط فيها ديك البصله، وغنضيف عليها شويه ديال توابل اللحم، واحد 4 معالق صغيره، واحد يعني غير شويه باش كتجينا ديك البصله من السما، وواحد رشيشه خفيفه ديال الملح، وكنحط البصله كتشحر. بهذه الطريقه كتجي واعره بزاف المروزيه، صدقوني وجربوها وردوا عليا الخبار. كنشحر ديك البصله باش ما كتطلقش ليا الماء في المروزيه، وعاد كنديرها وكنشحرها بداك عطريه اللحم، كتجي بنينه حتى هي، كتجي يعني ماشي غير بوحدها مشحرينه، كتجي بنينه. صافي كنبقى كنشحر وفي نفس الوقت كنقلب في داك اللحم باش يتشحر. هنا انا غادا نقص منه لانني جاني كتير على هذا الكوكوط، وباش زعما نشحرو على خاطرو يتشحر مزيان، فغادا ندير 2 كوكوطات حتى كيتشحر، ولكن الكثير غنخليه في هذا الكوكوط هادي. كنحاول كنبدا كنقلبها هكا باليدين ديال الكوكوط، كنحاول انني نهزها ونقلب كيف شفتوا معايا. مهم انه يتشحر مزيان، هذه هي اهم حاجه، يتشحر في الاول مزيان، لانه من اسرار نجاح المروزيه انها تشحر مزيان في الاول وتاخذ وقتها باش تشحر في الاول وفي الاخر باش كتوقف لينا وكتعلك. فاعطيوها وقتها، النار تكون متوسطه. نتوما كيف شفتوا معايا راني درت 2 كوكوطات، وحده من هنا وحده من هنا، في نفس الوقت البصله ديالي راها كتشحر. هنايا بديت كنهز باليد وكنقلب ونشقلب بحال هكا باش كتقلب ليا كامله. صافي من بعد ما تشحرات كندير البصله حتى هي كنشحرها معاها، حتى كنشحرها في الاول مزيان. دوك اللحيمات كاملين كيتشحروا كياخذوا هذا اللون اللي كتشوفوا. عاد كنزيد البصله وكنخليهم عاوتاني يتشحروا. هنا راه الكوكوطات بجوج، الصغيره درت فيها غير شويه، غير نقصت فيها، والكبيره خليت فيها الكثير حتى هي درت فيها البصله. المهم من بعد كندير الماء، غادا نضيف عليها واحد 3 الكيسان ديال الماء، لان الكميه عندي كثيره. الا كانت عندكم كميه قليله كديروا غير 2 كيسان. وكنضيف الزبيب مرطب. بالنسبه للزبيب راه كانت عندي زلافه، ضفت النص ديالها هنا والنص ديالها من بعد ما حليت كنقلب ما صورتش للاسف، وعاود ضفت واحد شويه. كنضيفو في الاول باش كيطلق لينا داك باش كيذوب مع ديك المروزيه وكيعلكها لينا من الاول، كتجي معلكه. واللي كنضيف في الاخير باش كتبقى ليا هكا داك الزبيب باين ومعسل. صافي كنسد عليها. هنا حطيتها فوق الفاخر، هي من الاحسن كنسد عليها كنخليها تغلى، غير كتبدا كتصفر مزيان، يعني واحد ربع ساعه، وكنحطها فوق الفاخر. الا طابت فوق الفاخر راه كتجي زبده وكتجي بنينه بزاف. ها نتوما كتشوفون بعد ما حليت ضفت هذاك الزبيب اللي قلت لكم، قلبتها وضفت الزبيب ورجعت سديت عليها واحد شويه. ما خداش معايا وقت كتير صراحه باش طاب، تقريبا واحد الساعه هكاك، ولا يعني على حسب اللحم ديالكم واش كيطيب ولا لا. صافي كنخليها حتى كتولي بهذا الشكل هذا. هنا غنرجعها فوق البوطه باش نوريكم، لان الاضاءه ناقصه فوق الفاخر باش نصور لكم. فهنا صافي من بعد ما طابت وكيف كتشوفوا معايا المريقه ديالها وقفات، بقى كيبان لنا غير داك الزيت داك الماء تبخر.
كنضيف واحد 2 معالق ديال العسل. من الاحسن العسل الحر. هنا كاين اللي كيضيف السكر سنيده، بالنسبه لي انا كنفضل انني نضيف العسل. العسل كيعطيها اللون وكيعطيها حتى ديك التعليكه احسن من الا درنا السكر، وحسن الا كان العسل الحر. ما توفرش عسل الحر كديروا عسل نوعيه جيده صافي. كنخليها فوق النار حتى كتغمر وكتوقف وكتعلك، كتولي بهذا الشكل. اللون ديالها كيولي ها نتوما كيف كتشوفوا هنا، كتبقى غير ديك الشحمه داك الليدام ديالها، ما كيبقاش الماء نهائيا، كيبقى غير داك الليدام. واللحيمه كتكون محمره بهذا الشكل. وباش تعرفوا المروزيه ناجحه معكم كتلقاو ان العظومه ديالها معسلين، العظومه ديالها ولا اللون ديالهم مارون هكا كتكون ناجحه معكم. والريحه ديالها وهي كطيب راه يا سلام، ما نقولش لكم عليها كي دايره. الريحه كتضرب من راس الدرب بكثره ما زوينه وكتجي بنينه صافي. وكنقدموها هنا، غنحطها في الطبسيل هكا قدامكم باش تشوفوا كيفاش كتجي محمره ومدغمره. واخا التصوير صراحه ما عطاهاش حقها، ولكن راه واعره. ها نتوما كنوريكم هنا العظم كيفاش ولا اللون ديالو. هذا دليل على ان المروزيه ناجحه معكم وباينه بنينه غير من الشوفه ديالها. والمروزيه كتبغي اللحم يكون طيب مزيان، يعني كيولي طيب وهشيش بحال كيبدا يتفصل على العظم، كيجي بهذا الشكل هذا كيف كتلاحظوا معايا. كيكون هشيش راه غير كتجريه كيمشي معاك. هنا كنحطها بهذا الشكل هذا، وكنحط داك الزبيب اللي بقى لاصق لتحت كي كتشوفوا. كيكون فيها غير ليدام ديالها فقط، ما كيكونش زعما ما كيبقاش فيها الماء نهائيا هكا باش تكون المروزيه ناجحه. وكنكون ديجا وجدت اللوز اللي فسختو وقليتو باش غنزين به هكا من الفوق. كاين اللي كيعسل الزبيب بوحدو كيبغيه يبقى باين بزاف، ممكن انكم تعسلوه بوحدو ما كاينش اشكال، يعني كيبقى لكم الاختيار. انا بالنسبه ليا كنفضل هاد الطريقه، وهاد الطريقه اللي كتجي زوينه بزاف وكتجي بنينه بزاف بالنسبه ليا صافي. من بعد ما قدمتها كنرش هكا اللوز مقلي من الفوق وكنقدمها بالصحه والراحه. كيكون هذا هو الشكل ديالها. انا غنقرب لكم تشوفوا اللون ديال اللحم كيفاش كيولي، وتشوفوا كيفاش كيجي هشيش. والبنه راه ما نعاودش لكم، راه كنظن ان كيبان لكم من الشكل راه باين كيشاهي. فكان هذا هو الطبق ديالنا. كانت هذه المروزيه على طريقتي. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. والناس اللي ديجا جربوها، حيت كنت ديجا حطيتها في الفيسبوك وحطيتها في القناه الاولى، كنتمنى انهم يكتبوا لي في التعاليق كيف جاتهم ويردوا عليا الخبر. وما بقى لي الا نقول لكم بسلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله مع وصفه جديده.